اهلا وسهلا غاليات، كي راكم دايرين؟ نهاركم مبروك، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وعافيه. كل الحب لارواحكم النقيه. نرحب بكم من جديد، ونرحب الاخوات اللي انضموا لينا. مرحبا بكم، وان شاء الله القناه نتاعنا تكبر، هذه والعائله نتاعنا تكبر، ونخرجوا منها اجمل نسخ لبنات رائعات جميلات مثلكم حبيبات قلبي. موضوع اليوم بغيت نهضر لكم على الخيانه الزوجيه. الخيانة الزوجية، هذه الظاهرة الشائعة في المجتمعات العربية، يعني نلقوها عند الأجانب لكن بنسبة قليلة. أما الدول العربية يعني الخيانة حدث ولا حرج. المهم غالياتي، الخيانة الزوجية، شوفوا راح نحكي لكم واحد القصة تاع الواحد الأخت حقيقية. كيفاش زوجها خانها وحب يتزوج عليها، وآخر يعني كما يقول لك أنقذت نفسها وأنقذت عائلتها في آخر المطاف. هذه الأخت تحكي، هي امرأة خدامة لاباس بها، خدامة شابة متربية، من عائلة يعني عائلة مثل العائلات الجزائرية المتواضعة. متزوجة بهذا الراجل، يعني عندها مدة 13 سنة في علاقة زواج معه، عندها 3 وليدات معه. يعني كي دخلت عندي الجلسة دخلت مدمرة نهائيا، ولكن الحمد لله تشافت والعلاقة نتاعها جدتها بعد عمل وجهد. بذلت يعني شوية مجهود، وماشي مجهود على الآخر، لكن بذلت مجهود على نفسها. هذه هي البنات. المهم تحكي هذه الأخت كي دخلت الجلسة، وهي من نهار صدمت أنه مع علاقة غرامية مع إنسانة، مع واحدة أخرى. وهذه كما قلت لكم باللي هذه خدامه ولاباس بها، يعني ما خصها تخصص. وشوفوا اغلب النساء اللي تعرضوا للخيانه هادو اللي يكونوا ساجيات وقافزات وخدامات وواقفين على ديارهم وما خصها حتى حاجه، كما يقولوا كل صباع بصنعه. وتلقيها انسانه متربيه رائعه، يعني انسانه حنينه، انسانه عاقله. هذه تكون حساسه. وكاع الانسان الحساس اللي تكون عنده الحساسيه، يعني يكون حساس. فهمتوا البنات؟ هو اللي يتعرض للغدر، للخيانه، يتنمروا عليه، يحقروه، يأذوه. فهمتوا البنات؟ الوغ هذه الانسانه تحكي، قالت باللي يعني لاهيه بدارها، خدامه زايده في الراجل، واقفه مع اولادها. في البدايه ما كانت العلاقه شابه، يعني كان هو الداعم، يعني مالغري كانت خدامه مي هو الداعم، يعني يمد يصرف، كيما حنا نقولوا قاسمين المصروف مع بعض. اوكي. دونك هي واش دارت؟ هي كيما حنا نقولوا زادت في الفوليوم، زادت من التضحيات، بدات وخراته، بدات توخر فيه وتوخر توخر في الامور اللي يوقف عليها غير بالعقل، غير بشويه، غير بشويه، حتى ولت هي دير كل شيء. هي دير كل شيء، هي اللي تشري، هي اللي تخدم برا وتجي لداخل وتطيب وتقايمه بولادها وتدي للطبيب يعني وهي كانت تشوف في هذا الامر هذا هو الواجب نتاعها. كانت تشوف في هذا الشيء اللي راهي دير فيه هذا واجب تاع كل ام، وكانت حاسبه روحها راهي في الطبيعي. والراجل كي يتكل عليها اطلق، اطلاق، لا مصروف لا ولات حتى هي تخلص الضوء، حتى تخلص الماء. ولو مالوغ ماشي غير تخلص ماديا، يعني تعطيه ويروح يخلص، لا هي تروح تخلصه، يعني لو كان ما توقفش عليه وتروح تخلص هي وتشري الخضره وتعمر الدار وتروح تدي ولادها للطبيب وتروح تسقسي عليهم في المدارس. حتى ما يتبعهاش، ما يحوسش عليها، ما يحوش عليها. وهذا الشيء هي تقمصاته غير بالعقل معاه، غير بالعقل. ولات توخر له في الحوايج الاساسيه اللي لازم هو يقوم بهم غير بالعقل. تقلع عليه في التكاليف غير بالعقل، غير بالعقل، تنحي له المسؤوليه غير بالعقل، غير بالعقل. حتى اللي يغسل يديه نهائيا من هذه العائله وخرج ينسلخ منها مشاعريا وفكريا، يعني جسد يدخل ويخرج، ياكل يشرب يرقد، ما يسقسي على ولد، ما يجمع معاها، ما يحوس عليهم، ما يحوس كما قالت لك هي، ما يحوس عليها في الدار. الدار هذيك لا طابت ولا انحرقت ولا كراهم. الوغ وصلت حتى العلاقه معاه في العلاقه الزوجيه، علاقه الفراش بدات تدهور.
بدات الدهور وبدات تروح فيها خلاص، لا معامله لا كلمه طيبه لا سؤال، ولات كي هي تسال عليه ولا تبحث عليه ولا يولي يطير فيها. جا بغيتي راكي تسقسي عليا وراكي تبعي فيا وروحي قومي بصوالحك، دي فوا يطفي عليها التليفون. يعني الحاله نتاعها خلاص تدهورت. هي هنا بدا يدخلها اللوش، هنا وين بدات تفيق. الراجل كيفاش تبدل، عشان هي السبه اللي خلاتو يتبدل بين ليله وضحاها. الوغ كي بدات تبحث تنبش، والمراه شوفوا كي تنبشي تلقي. هي صراحه هي الحال كي تنبشي رايحه تلقي رايحه تصدمي. كي نبشت تلقات تفتش في النهار، طاحت التليفون تاعو دخلت شافت لي ميساج منا من ليه. واش تلقى هذا الاخت لكم ان تتخيلوا الصدمه. لقاتو في علاقه مع جارتها، وهي تسكن في باطيمات ايموبل، هي تسكن الفوق وهذه جارتها تسكن التحت. هاد الجاره كبيره عليه في السن، وهاد الجاره تدخلها لدارها وتوكلها وواقفه عليها. وهاد الجاره راجلها مات، كي مات راجلها خلالها زوج وليدات. هاد الجاره واش ولات تدير، ولات راكم عارفين نسا تدخل تتمسكنها ما عندهاش ها من ديك. وهاد المراه هاد الانسانه اللي دخلت عندي تالمو اللي انسانه حساسه وحنينه وتمد، فكي شغل عاملتها بمشاعر الشفقه، يعني كما حنا نقولوا عاملتها بالشفقه. فواش راح يدير هذا الزوج، هو دخل من خلال هذا الثغره. وما نقولوش باللي المراه هي اللي جبدته، ما نحصلوش في هذه اللي دار معاها العلاقه، وما نحصلوش فيه هو، ولكن نحصلوا في هذه المراه اللي سمحت في روحها وصلت لهذه الدرجه. يعني ما نلقوش علوم على الاخر، ما نقولوش هو السبب. هي صح هو مسؤول، هو صح ماشي ماهوش انسان مسؤول، ماهوش ناضج وماهوش واعي. هذا الانسانه صح ناكره للجميل اللي خانها معها، ولكن حنا باه نقدروا نخرجوا ونغيروا من انفسنا لازم ما نعيشوش دور الضحيه، ما نقولوش الاخر، ولكن نقول انا هي السبه اللي خليته يوصل لهذه المرحله. الوغ تدخل في التليفون تفتش تلقى النيميرو تاعها، وبعثت لها لي ميساج، صور غراميه، يعني صور فاضحه. شو نقول لكم، يعني شافت تمالكت اعصابها في ديك اللحظه وعيطت له. كي عيطت له رد عليها. الوغ من تما بدات المعاناه مع هذا الزوج. بدات المعاناة معاه، بدا يحلف. وراكم عارفين كي الراجل تقضبوا المراه يبدا يحلف. هي من الاحسن كي تحكمي في خيانه ما تهضري معاه، ما تقولي له، ما تناقشيه، ما تديكي الشغل، ما شفتي والو، ولعبي لعبك. المهم بدا يحلف ويدير، وهي تغاشت ودخلوا في واحد الصراعات. والحاجه اللي زادت كملت راحت فضحاته عند العائله، عند والديها، عند والديه. والحاجه اللي صدمتها اكثر هي انهم جاوا معاه وقالوا لها باللي راجل وما تساليش ويدبر راسه ومن حق. زعما هي كانت حاسبه روحها كي تحكي لهم غادي يجوا معاها. الصدمه جات من عندهم اكثر من الصدمه اللي جاتها من عند الزوج. كي قالوا لها وتفاجات باللي حتى والديها حتى خواتاتها حتى اهل الزوج وانتي شاد دخلك ودبر راسه وانتي قومي بروحك وصايي وطفرت وما عندك ما ديري و و و و و بصح هما ما شافوش الجانب النفسي نتاع هذا المراه كيفاش رايح يصرى فيها. دوك هنا شكون اللي يديها فيها، شكون اللي خمم فيها مشاعريا. هما الظاهر يبان لهم عادي باسكو ما ضاقوش من هذا المر اللي ضاقته هي، بان لهم عادي صاي. بصح هي دروك النفسيه نتاعها هذه شكون يعالجها؟ شكون غير هذا الصدمه تجيب لها واحد المرضى طيحها فراش حتى اللي يدخلها القبر. وما يشوفوش هذا الشيء. لو كان انت ما تحسيش بروحك، لو كان هي ما حستش بروحها وجرات ووقفت وغيرت وساوت يعني قفزت بروحها، والله العظيم لو كان راهي تعرضت للمرض خطير ولا راهي في القبر، يدخلها القبر ويعاود الزواج ونورمال 3 و4 ونورمال عادي ويعيش حياته. ورانا نشوفوا هذا الشيء صاري في المجتمع نتاعنا. الوغ الصدمه اللي جاتها اكثر هي من الاهل.
قالوا لها باللي باش ادخلك وراه راجل ودبر راسه وانت المهم راكي تاكلي وتشربي. شوفوا العيشه، شوفوا الحياه بالنسبه للناس هذو نتاع المجتمع نتاعنا كيفاش يشوفوها. الحياه يشوفوها ماكله وشراب ولبسه ورقاد. هذا ما كان يقول لك مادامك كي تروح مثلا وحده تكون مغبونه في دار راجلها ولا عند عجوزتها، ولا كي تروح تشتكي لاهلها تقول لهم باللي ها شوفوا يقولوا لها مادام كي راكي تاكلي وتشربي وملبسك ومسيغك صاي ما تحوسيش. يعني يشوفوا هما يشوفوا الحياة الإنسان يحيا بهذه الأشياء المادية فقط، لكن الروح والمشاعر والأفكار هذو ما يشوفوهمش، ما يراعوهمش. لو كان انت ما تحسيش بروحك. الوغ جرات بروحها ودخلت ودارت عند جلسة والحمد لله تشافت. كي قعدت ندي ونجيب معاها في الهضره، انا هاد المعلومات راني نقول لكم بعد ما حكات لي هي. كي قعدت نجي ونجيب في الهضره معاها فهمتها. قلت لها الحاجه السبب اللي خلى الزوج يخونك، وسمعوا معايا البنات وسجلوا هذا النقاط. الحاجه اللي تخلي الراجل يخون المراه، يعني لما تشوفي انه اي خيانه تشوفيها، مادام كي شفتيها كاين بزاف رجال دايرين خيانات زوجيه، عندهم خيانه بصح نساهم ما يشوفوهمش، ما عارفينش. هنا المراه كيما تشوف الخيانه تاع الزوج بعينيها ولا تسمعها وتدخل وتعيش المعاناه، معناها هنا هذا الشيء ما يخصهاش. كيما حنا نقولوا ما عندهاش حاجه لداخل تنظفها تجاهه، ولكن هو راه مريض، هو راه عنده هذا المرض. لكن لما الخيانه تشوفيها تتعرضي لها وتشوفيها، معناها راهي رساله ليك، يا الله يا مرا فطني مع روحك. رساله الخيانه هي انه المراه تخون نفسها. كيفاش تخون نفسها؟ كيما هذه الاخت شادرت كانت خاينه نفسها بامتياز. لكم ان تتخيلوا، يعني حتى الحوايج الملابس، نعطيكم غير مثال صغير من واش حكات لي. كي تبغي تشري الملابس مثلا، راهي جات مناسبه تاع عيد، تبغي تشري الملابس العيد، الوغ هي وولادها تروح تشري واحد المارشي يبيعوا فيه بالرخص، تقول لك باه ندخر المال. وهو تفضل له المال، تقول لك معليش هو يلبس وهو يبان، تفضل له المال ليه باه يشري اغلى واثمن الالبسه. لكم ان تتخيلوا قبعه راس، كاسكيطه كما حنا نقولوا لها بالدارجه نتاعنا، كاسكيطه تاع راس يشريها ب3 ملايين، وهي وبناتها تروح تشري من الشيفون ولا تروح تشري من لي مارشي هذوك اللي يبيعوا بسومه ناقصه. لكم ان تتخيلوا المراه كي توصل تخون نفسها لاي درجه توصل. توكله غير الماكله العزيزه. باغ اكزومبل راهي دارت اكله، راهي دارت فطور وبقى لها الفطور بقى لها، الوغ هي الحشا مين يجي يدخل للدار هي ما تروحش تحميله وتسخن له هذاك الاكل اللي كلات منه هي ولادها، تسخن له. لا، هي تروح تجيب له هذيك الهبره نتاع اللحم وليه وحده، تبلعها في الكوكوط محمره الله الله وتحطها لها قدامه، وهما ياكلوا هذاك البواقي الاكل هي ولادها. شغل تخمم فيه سبق منها. شنقول لكم تاني مثلا، هي خدامه ويدير لها العرضات، يدير لها العرضات كل خطره، يجيب لها لا الفاميليا نتاعو وحبابو وصحابو، وطيب وطيح وتنوض واش نقول لكم، ما يحس بها. تقول له ما راني عيانه ولا ما يفهمش. يعني شوفوا دايرها على الهامش، دايرها حاطها على الهامش، يعني بصح ماشي هو، احنا ما نحصلوش فيه هو، هي اللي حطت روحها على الهامش. الوغ هي كي حكات لي قالت لي في البدايه نتاعي زواج، قلت احكي لي يعني في العلاقه نتاعك في بدايه الزواج هل من النهار الاول كان كيما هاك؟ قالت لي لا. قالت لي النهار الاول لا، قالت لي كان كل شيء يقوم به، كان يحترمني يبغيني، كان يشري، كان هو اللي يخلص، كان هو اللي يقوم بالمهام نتاعو. ونهار الاول قالت لي تفاهمنا انا وياه باللي دراهمي خاصين بيا، حتى هو قالها انا ما نقبلش المراه تعاوني ولا تعطيني ولا دراهمك ليك، انا الراجل انا اللي نخدم انا اللي ندير، دراهمك بغيتي انت محض ارادتك تعاوني في الدار عاوني، بصح به انا تعطيني ولا. يعني كان ذكر، كانت عنده طاقه ذكوريه وهي كانت عندها طاقه انثويه. من بعد قلبت الموازين، درك الموازين كي علاش انقلبت نتيجه انه كي راحت تزوجت عندها برمجه. يعني كي كانت في دارهم
وكي تربات وكي شافت الانتوراج نتاعها، شافت باللي الام هي اللي تضحي، الزوجه هي اللي تمد وتعطي ودير. الوغ واش شافت، واش شاهدت، واش كيما حنا نقولوا تعلمت في الصغر نتاعها، راح طبقاته في حياتها الزوجيه. كذلك لما رجعنا للجلسه، انها عندها جروح خاصه مع الاب، والمراه كي يكون عندها جروح في الطفوله مع الوالدين الام ولا الاب، هنا وين تجذب الروح زوج يشبه لاهلها. مثلا الاب نتاعها كان متسلط، تجذب لنفسها الزوج يكون متسلط يشبه لبوها. الام نتاعها كانت ما تحبهاش، ما تحتويهاش، ما تعطيهاش الحنان، ما تضمهاش، ما الوغ تجذب لنفسها الزوج بنفس الصفات، ما يحتويهاش، ما يحوسش عليها، وتولي غير هي تبح فيه. فهمتوا البنات؟ الوغ هذا الشيء اللي صرا لها هو نتيجه صدمات وجروحيه. في الاصل جذبت هذا الزوج بهذه الصفه، يعني خلقت في حياتها الزوج بهذه الصفه نتيجه مشاعر دفينه، نتيجه جروح وصدمات كانوا عندها. العلاقه الزوجيه كي ندخلوا فيها البنات، وهذا موضوع رايحين نطرقوا له بزاف في هذا في الحلقات المقبله ان شاء الله باه تفهموا اكثر. العلاقه الزوجيه، احنا كي ندخلوا في علاقه زوجيه، العلاقه هذيك تمثل الطفوله نتاعنا، يعني او تمثل الجروح والصدمات نتاعنا اللي تعرضنا لهم. علاه كاش من وحده تقول لي سبحان الله الزوج نتاعي شبه للاب في المعامله، ولا شبه الخويا في المعامله، ولا شبه العمين، المهم الوالدين اللي كانوا مربينها في الطفوله. ممكن تقولوا لي وحده تكون يتيمه، يعني شكون اللي رباها، عمها ولا خالتها ولا خالها، ولا الوغ تمتص من هذوك الصدمات والجروح اللي صبوهم لها، وبهذا الشيء تروح تجذب نفس زوج يشبه لوالدها، ولا حتى اهل الزوج يشبهوا لاهلها. يعني ممكن تجبد لنفسها عجوز ام الزوج تكون متسلطه، تكون تشبه لامها. فهمتوا البنات؟ الوغ هنا لما اختل الميزان، علاش هذا العلاقه اصلا، العلاقه الزواج كي ندخلوا كي نروحوا نتزوجوا نديروا شريك في حياتنا، ندخلوا شريك في حياتنا، هذيك العلاقه تجي باه تنظفنا. يعني من اسمى العلاقات هي علاقه الزواج، هذيك العلاقه تجي تنظفنا، توعينا، تفهمنا. احنا ما نفهموش اللعبه. الوغ كي ما نفهموش اللعبه، هنا وين رايحين نضروا ونتمرمدوا ونعيشوا المعاناه. الوغ هي جذبت هذا الزوج لانه جذبت الزوج يشبه الوالد نتاعها، حتى الاب نتاعها، الام نتاعها تحكي لي تعرضت لنفس الخيانه بنفس الشيء اللي كان صار لها. حتى الام نتاعها كي حكات لي كانت مضحيه، وكانت تهنبر ومطيحه بنفسها، حتى اللي صابت الراجل اللي تزوج عليها وجاب عليها الاب نتاعها. الراجل كي تزوج جاب مراه وليداتها، يعني كانت تزوج وولد معاها و يعني هذه اكتشفت هذا الخيانه في بدايتها. الوغ بديت انا وياها في مرحله التنظيفات، بدينا نسترجعوا. الحاجه الاولى اللي وريتها لها، فهمتها باللي الشيء اللي دارته لما راحت فضحاته كان اكبر خطا. كي تروحي تشوفي تقربي انسان يخون تروحي تفضحيه امام الملأ، اكبر خطا. نو، نبربروا على الحاجه، على هذيك الخيانه، وماشي حاجه سهله. نبربروا عليها ونبداو نشتغلوا عليها، نبداو ننظفوا. وهذا الموضوع ان شاء الله، يعني الحلقه باه ما يجيشكمش الفيديو طويل، رايحين نكملوا قصه هذه الاخت في حلقات اخرى، ورايحين تتعرفوا كيفاش وصلت انها تغير من نفسها، وكيفاش عاودت استرجعت هذا الزوج، وعاودت جدت العلاقه بسر واحد قامت به. هذا السر ان شاء الله رايحين نتعرفوا عليه في الحلقه المقبله. اذا بلا ما نطول عليكم حبيبات الروح، لكم كل الحب لارواحكم النقيه.